عاجل تونس: توفير مساكن بأسعار تراعي المقدرة الشرائية للتونسيين، بشائر بتحسن الأوضاع. 2025 سنة خير على تونس إن شاء الله. اقتناء الأراضي بالدينار الرمزي كما كان الشأن في السابق لتوفير مساكن بأسعار تراعي المقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين التونسيين. وإليكم التفاصيل. أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد لدى استقباله بقصر قرطاج السيدة سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان على ضرورة الانطلاق بسرعة في إنجاز مشروع مدينة الأغالب الطبية بالقيروان بعد أن تم وضع الإطار القانوني المنظم لها وإيجاد سبل تمويل لهذا المشروع الضخم. كما شدد رئيس الجمهورية التونسية على ضرورة استعادة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية لدورها الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لاقتناء الأراضي بالدينار الرمزي كما كان الشأن في السابق لتوفير مساكن بأسعار تراعي المقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني، لا لاقتناء مسكن فقط بل حتى لتسويغه. كشف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد عن زيارة أداها إلى أحد أحياء العاصمة للاطلاع مباشرة على الأوضاع عموما وعلى الأوضاع البيئية على وجه الخصوص، وقال إنه لم يصطحب مصورين لأن العمل مستمر والغاية هي النتيجة وليست الأضواء ولا عدسات التصوير. وتابع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد قوله خلال لقائه برئيس الحكومة كمال المدوري: توجهت بالليل بعد أن أنهيت مراجعة جملة من مشاريع النصوص القانونية، وما أكثر المسؤولين حين تعدهم وما أقلهم في منتهى العد، وما أكثر المؤسسات حين تحصيها وما أقل نجاعتها، هذا إن لم يكن القائمون عليها من فلول الردة. وأضاف رئيس الجمهورية التونسية قوله: ليعلم الجميع في تونس وفي كل أنحاء العالم أن الدولة لا تدار بصفحات التواصل الاجتماعي بل تدار بالقوانين، ومؤسسات الدولة والشعب التونسي بلغ من الوعي والنضج ما يجعل هذه الصفحات كأوراق الخريف التي تتساقط ولم تعد صالحة حتى لتخفي عوراتهم وسوءاتهم التي صارت معروفة ومكشوفة. وتابع قائلا: سنواصل العمل، سنعمل آناء الليل وأطراف النهار من أجل أن نلبي انتظارات الشعب المشروعة في الحرية والعدالة والكرامة الوطنية.